حتى الجزائر راح يطاكيوها. هذا الرئيس تاع هذوك اللي ما يتسماوش قال في الخطاب تاعو باللي حنايا لو كان راح نربحوا بلوتو الحرب ضد ايران راح يوسعوا النطاق تاعهم، يعني حتى الدول المجاوره تاع ايران وينحوا منهم شويه شويه، يعني يوسعوا النطاق تاعهم. ومن بعد الهدف تاعهم وين يولي شمال افريقيا. سمعوا واش قال. مدينות אפריקניות וגם مدينות בים התיכון. يعني قال باللي جميع بلاد تعاونت ضدنا، ضد امريكا وضد اللي ما يتسماوش، راهم عادو ديريكت، عادو تاعنا، وكي تخلص الحرب راح نلهاو لهم ليهم. وقال منهم الهند ومنهم شمال افريقيا. وشمال افريقيا واش فيه؟ تونس، الجزائر والمروك. ונייצר מערכת שלמה, כוללת הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון. هادو ما ثلاثة اللي واش راح يصرى من بعد الحرب. وكاينه تانيك حاجه واحده اخرى راهي صاريه، هادو اسعار تاع البترول لو 27 كان ببري، لو 28 اللي هي البارح تبدل البري تاعو، طلع تدريجيا وراه طالع تدريجيا، بيس كيما ايران غلقوا هذاك المضيق اللي فيه 20% من البترول تاع العالم. دوكا كاين بيان سور كاين فنزويلا وكذا، بصح الجزائر لو كان ما ضربش ضربتها دوكا كيما قلنا البارح ما درنا فريمون والو. وهذا بوتين الرئيس تاع الروس اللي راهو ديجا هضر، بصح واش راح يصرى؟ اسكو حيدخل روحه ولا ماش يدخل روحه؟ واذا هو دخل روحه اسكو الجزائر راح يكون عندها رد فعل تانيك؟ واسكو الجزائر راح تتبعه؟ راكم عارفين باللي الجزائر والروس يتمشاو كيف كيف، سورتو حنا هما البلد اللي نشرو من عندهم سلاح الى اخره، وكان اتفاقيات سياسيه كبيره. وتانيك كاين اللي راهم خايفين فرنسا تدخل روحها. بصح علاش فرنسا تدخل روحها ما على بالناش. تتفاصل راهي خلوطه، وراهي شغل حرب مصالح، والدول العربيه ما على بالناش ما راح يوقفوا، مازال ما داروش ردة فعل. اسكو راح يكونوا مع ايران اللي ديجا قصفت مراكز العسكريه تاع امريكا في بلادهم، ولا حيوقفوا مع امريكا؟ هي شكل كبير باينه باللي ما يوقفوا مع ايران، بيسك خوافين. وانتم اعطونا ارائكم هنا في لي كومونتير هذه، واش راح يكون المصير تاع الجزائر وشمال افريقيا.